بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. تحياتي ليكم النهاردة 29/12/2025. معاكم المهندس أحمد مصطفى، الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي لإنتاج أشجار البولونيا الصديقة للبيئة والمنتجة لأجود الأخشاب العالمية، وإنتاج البوني كام بلو 002 أقوى بديل للأعلاف. هتكلم النهاردة عن البولونيا. حبيت بس أوضح النهاردة شكل المجموع الجذري، ويعني إيه وتدي، ويعني إيه الجذر وتدي، عشان نبدأ نفهم بعض كويس ونركز هنا. وتدي يعني مفهوش جذور شعابية زي الجزورين وزي الكافور وزي العبل يأذي الأرض. جذور الشعابية بتأذي الأرض اللي هي الممتدة، لكن الجذور الوتدية مش معنى وتدي اللي هو بينزل في أعماق الأرض. وتدي إن هو شكله على شكل وتد زي ما أنت ساعتك شايف كده، وبتطلع منه البراعم الصغيرة وبتتحول لما بتكبر إلى مجموع جذري وتدي زي ما أنت شايف. طيب البداية بيبقى من فوق تخين ورايح على أتخن فأرفع 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 فأرفع. طيب البولونيا معدلات النمو بتاعتها من شهر 5 حتى شهر 9 بنقول إن معدل الطول 2 بوصة أسبوعي، 2 بوصة أسبوعي، ومعدل السكنس المحيط سنوي 20 سم. امتى الكلام ده؟ لما النبات يعمل عملية استيطان في الأرض، يستوطن جوه الأرض. والاستيطان ده ممكن تكون على حسب الفترة الزمنية اللي انت نزلت فيها النبات. نزلت فيها النبات في شهر 3 هيبدأ يعمل عملية استيطان مجموعة جذري زي ما انت شايف النهارده كده في شهر 12 زي ما انت شايف كده، ويبدأ يستوطن. وتبدأ من شهر 5 تربي المجموع الخضري بتاعه. ليه؟ خلاص بيبقى قدر يعمل عملية استيطان في الارض ويعمل واستوطن مع طبيعه الارض بتاعتها، فتقدر تربي عليه مجموع خضري قوي. وقلنا المجموع الخضري بيشتغل من شهر 5 لشهر 9 ومعدل 2 بوصه اسبوع، على حسب ما انت قدرت تخلي المجموع الجذري يدق في الارض قد ايه. وزي ما انت شايف كده شتلات قويه جدا. يعني ديت مثلا لما عملت البيئه المناسبه بتاعتها قعدت تقريبا 3 شهور في الارض عشان تقدر تعمل لي المجموع الجذري من حاجه انفيترو. دي البولونيا 001 الاسترالي، مسجله في وزاره الزراعه المصريه، قرار وزاري رقم 155 على سنه 2021 باسم الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. مهندس احمد مصطفى. تحياتي ليكم وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.